السلام عليكم. وصفتنا تاعنا اليوم هي مشوشه تتحضر في دقائق في وقفه نحضروها مع بعض. عندنا اول حاجه واش نديرو، نبداو بالشربات نتاعها. عندنا كاس تاع سكر، زوج كيسان تاع الماء، نديرو لها مغرفه تاع قشور البرتقال، مغرفه تاع البرتقال، ونحطها فوق النار. نحسبوا لها كي تبدا تغلي، كي نشوفوا الماء بدا يغلي نحسبوا لها 10 دقائق 12 دقيقه ونطفوا عليها. هنا نجيبوا اناء واش نحطوا 3 حبات تاع البيض، ندير شويه تاع لافان. عندنا 4 ملاعق تاع الاكل، عندنا 1 2 3 4. نجيب الفوين تاعنا ونخلط. نتوقف باش نضيف لهم نص كاس تاع الزيت، نخلط، نشوف السكر تخلط مع الزيت. هنا واش ندير نص كاس تاع الحليب ونخلط، ندير ملعقه تاع اكل قشور تاع البرتقال. هنا اختياري، تحبوا ديروا القارص ديروا، انا نفضلها بالنكهه تاع البرتقال، تجي بنينه تجي شابه. نخلط، نضيف ملعقه 2 3، نحط معاها باكي واحد تاع الخماره لانليفور، ونص باكي، ندير باكي ونص، نحتفظ بالباقي. نخلط، ندير 3 ملاعق تاع رطيبه، 2 3 دقيق تاع رطيبه، ونخلط. عندنا 3 ملاعق تاع الفرينه، 3 ملاعق تاع دقيق رطيبه ولا متوسط واش كان عندكم هنايا. ونكمل بالفرينه، نزيد 1 2 3. شوف القوام تاعها هنا هاي مصوصه شويه، نزيد لها، نكملوا بالفرينه ما نكملوش بالدقيق. هنا كي تشوفوا القوام تاعها مازالت خفيفه، نزيدوا لها شويه تاع دقيق تاع الفرينه عفوا. هنا وهكذا. هنا نكتفي، شوفوا كيفاش جات، ماي خفيفه ماي ثقيله، تكون متوسطه. هنا نروحو نجيبو المقله نتاعنا ونفرغوها فيها. نجيبو مقله شويه تاع الزبده هكذا، نصف ملعقه، نخلطها كامل، نمشيها كامل في الجوانب هكذا، ونفرغ الخليط نتاعي. سباتشي ونكمل نفرغ الخليط بهذه الطريقه. هنا ملاحظه، كاين اللي يحب المشوشه تاعو تجي عاليه وشنو يدير، مقله ولا كاسرونه تكون شويه غامقه، تكون صغيره الاخر نتاعها تجيكم الحجم تاعها خشينه. انا نحبها شويه متوسطه رقيقه، يعني اختيار ليكم. نشعل النار فوق الفرن ونحطها طيب، نغطيها، النار تكون متوسطه ونخليها، نغطيها بغطيوه ونخليها. هنا نجيبو بلا نقلبها ونحطها، ندير بالماء كذا. وهذاك السيرو تاعنا تاع مقبيله هاوليك هنايا، بعد ما طابنا السيرو عقد شويه صفيته في صفايه، وهاوليك الان نشرب به. هذا راهو بارد، المشوشه تاعنا راهي سخونه، نشرب بها المشوشه تاعنا. نخليها تشرب وتبرد شويه ومن بعد نروحو نزينوها.
هنا بعد ما بردت شويه، هنا تزيين اختياري. عندنا هنا مكسرات، اذا هذه هي المشوشه تاعنا بعد ما كملناها. يعني شوفوا بسيطه وسهله، في وقفه تحضريها تشربي بها قهوه العشيه. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه.